عيني عيني، شلون كريب سويت لكم يخبل يلوق لهالحلق. مقادير سهلة وبسيطة، يلا تعالوا نشوف شلون سوينا. عندي بيضايتين درجة حرارة المطبخ، وراح اخلي عليهم رشة ملح ورشة فانيلا، يعني ظرف فانيلا حتى لما يصير زنخة بالكريب. وراح اخلي عليهم ملعقتين من الشكر وملعقتين من الزبد. مقادير سهلة وبسيطة متوفرة بكل بيت ان شاء الله. هنا راح نعطيهم خلطة سريعة، بس اتأكد انه البيض انخلط عندي ويا الشكر والفانيلا. وراح اخلي عليهم كوب وربع من الحليب، وهم ارجع اخلطهم كل زين. راح اخلي عليهم كوب واحد من الطحين، الطحين انخله يعني فوقه حتى لا يصير تكتلات. وهم انطيهم خلطة سريعة بدون خلاط بدون اي شيء، وارجع اصفي هذا الخليط اتخلص من كل التكتلات اللي راح تصير بيه. مصفاية، وراح أصفي الخليط اللي سويته حتى يصير سهل وسلس عندي. شوفوا هاي التكتلات كلها طلعت، وهذا قوام الخليط خفيف ويخبل ناعم كلش. هنا على النار راح أجيب طاوة، وراح أدهنها قليل من الزبد، وعلى نار متوسطة راح أخلي عليهم مغرفة واحدة أو شمشة واحدة، وهيجي أعدلهم وانتظر عندي الكريب يصير اول وجه، وبعدين ارجع اقلبه على الوجه الثاني. جبت ماعون عندي حتى من تطلع عندي وما تاخذ يعني في الدقيقة ونص كل وحدة. هسه صار عندي الوجه الاول وقلبته وخليتها بالماعون. راح اسوي وحدة ثانية قدامكم، وبعدين أنا أرجع أسوي الكمية. وهاي الكمية اللي سويتها تطلع عندنا 10 أقراص من الكريب. بهيجي الكريب مالتي جاهز، والفواكه راح أخليها جاهزة يمي. والفواكه تقدرون انتو تخلون اللي تحبوا. أنا عندي صوص الفراولة ونوتيلا بيضة ونوتيلا العادية والفراولة والموز. هنا راح أبدي أتفنن أنا بكيفي. بالبداية راح أخلي نوتيلا، وارجع اخلي عليها الفواكه اللي احبها، كيوي موز فراولة، اللي تحبوه. بس هي يمشي وياها الفراولة والموز والكيوي، هاي شغلات هي الكريب يطلع طيب بيها. وراح ارجع اثنيها بهاي الطريقة، وارجع اثنيها مرة ثانية، وارجع اخلي لمساتي فوقاها هيك، يعني خطوط من النوتيلا وخطوط من النوتيلا البيضة، وارجع اخلي الفواكه اللي احبها. وبهذا الشكل تطلع عندنا طيب كريب. يعني انتو تشتروها من برا بذاك الحسبة كل وحدة، احنا نقدر نسويها بمقادير كل سهلة وبسيطة، ويعني متكلفنا هواية. راح اسوي وحدة ثانية، بس هالمرة راح اسويها غير شكل. راح اخلي من النص الفواكه وارجع ابرمها وبهذا الشكل، وارجع اخلي لها النوتيلا او صوص الكاكاو او اي شيء انتو تحبوه. زينتها، جبت عود عندي حتى عود مالت الخشبي او اي سكين انتو تقدرون تسوون هاي الحركات بها. وزينت الماعون مالتي حتى العين هي تاكل قبل الحلق. ورجعت خليت هاي الحركات والفيكات، وهيجي صار وياي الطيب كريب شكلا وقالبا. وهاي الثانية قطعت هيجي كريب برمتها وقطعتها بالمقص، وصارت شلون السباكيتي او النودلز. ورجعت خليت عليها الفواكه وخليت عليها الصوصات، وصارت عندي جاهزة. وطعمها كلش طيب بدون اي زفارة بدون اي شيء، كلش طيبة. جربوها بهاي الطريقة. واذا حبيتوا الفيديو خلوا لي لايك واشتركوا بقناتي اذا كنتم ما مشتركين، وفعلوا خاصية الجرس على الكل حتى يوصلكم كل فيديو اني انزله. وشكرا لتفاعلكم الكلش حلو. باي باي.
you.